يا صاحبي ياللي مش إخوان، يا صاحبي ياللي مش إخوان، نسيت يا صاحبي أيامنا وأحلامنا وشقاوتنا ولعب الكورة يا صاحبي في وسعايا قصاد بيتنا. نسيت شيخنا اللي حفظنا أنا وأنت في يوم آية من القرآن. شيخنا كان من الإخوان. وفاكر لما جينا في زيارة عندكم في بيتكم أنا وأصحابي لما كنت أنت في يوم تعبان، وقفنا يوميها ندعي لك بالقرآن وبالسنة. صحابي كانوا من الإخوان. وجارتنا اللي جوزها مات وهي شباب، مين كان بيقوم بتمويل بيتها في رمضان ومصروف إيد وكسوة كاملة لعيالها في ليلة عيد غير الإخوان؟ يا صاحبي ياللي مش إخوان. وخيرت اللي حاسبينه من الأشرار. فاكر لما كان في زنزانة وبيننا وبينه 1000 حصار؟ ساعتها كان من الثوار ومن الأحرار. دلوقتي خلاص بقى الشاطر زعيم لكتايب الكفار. يا صاحبي ياللي مش إخوان. يا صاحبي ده عضو في هيئة الإصلاح ودي فيها شيوخ وعلماء من رجال الدين، معقولة يخلوا ما بينهم في يوم واحد من الفاسدين؟ شيوخ وعلماء من رجال الدين، معقولة يخلوا ما بينهم في يوم واحد من الفاسدين؟ يا صاحبي ياللي مش إخوان. يا صاحبي أصل الحكاية مش نخبة ولا شعارات ولا مولوتوف وضرب وحرب في مظاهرات ولا تويتات وكومنتات ولا هتيفة ومعارضة بتهتف بس لو قبضة، يعني مش كام بكام وهتدفع كام وانا انزل على الميدان اضرب واكسر واهتف وعسكر في قلب الميدان وانام. يعني مش كام بكام وهتدفع كام وانا انزل على الميدان وانام وبالليل يسقف لكم الاعلام. يا صاحبي ياللي مش اخوان. يا صاحبي انا موجود من سنين وسنين في وسط المجتمع في قلب الناس، باني بالمودة كسور ورامي من المحبة أساس. يعني المسألة إحساس يا صاحبي، المسألة إحساس. يا صاحبي ياللي مش إخوان. يا صاحبي حل المسألة مش المرشد ولا الشاطر ولا مرسي ولا خناقة على الكرسي ولا خرطوش ودم وقتل عند سور القصر. حل المسألة إن إحنا نبني وطن، إن إحنا نبني مصر. يا صاحبي نبني مصر. يا صاحبي ياللي مش إخوان. يا صاحبي كلامي مش منا ولا استهزاء ولا شهرة، صدقني كلامي مش منا ولا استهزاء ولا شهرة، كلامي بس للذكرى. فاكر ولا للجميل ناكر؟ عموما حتى لو ناكر فحسبي ان ربنا موجود، ويوم العرض انا وانت هنتخاصم بين ايدين سيدك وراح ينطق كده لسانك بكل كلمة غلطتها في حقي وراح تشهد عليك ايدك. يا صاحبي ياللي مش اخوان.